السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مبروك العيد، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا. ما عرفتش هذا الفيديو واش غتشوفوه في العيد اولا من وراء العيد. المهم هذه القضيه ما فيهاش جريمه، ولكن قضيه اللي زوينه ومختلفه بزاف. وهذه القضيه غادي نهضروا فيها على واحد سكوندال اللي كبير اللي غادي يوقع لاشهر واغنى عائله في كوريا، واللي هما مالكي شركه سامسونج. هو بصراحه ماشي سكوندال، هو واحد الدرس كبير غيتعلموه في حياتهم ما عمرهم ما غينساوه. وقبل ما نبداو في التفاصيل خليو واحد لايك كدعم للفيديو طبعا الا بغيتو، والناس جداد ديروا سبسكرايب في القناه الا عجبكم المحتوى وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتلاقاو من وراء الانترو. في سنة 1999 لي بوجين الابنة الكبرى ديال مالك شركة سامسونج غادي تقرر انها تزوج بالبادي جارد ديالها او الحارس الشخصي ديالها. غادي تكون صدمة كبيرة للمجتمع الكوري، وغادي تكون صدمة اكبر لعائلتها. عائلتها اللي كيتعتبروا من اغنى اغنياء العالم، واللي صافي الثروة ديالهم تقريبا 70.2 بليون دولار على حسب احصائيات فوربس. يعني ماشي مليون دولار، بليون دولار، يعني تقريبا غير باش تعرفوا شحال هما لاباس عليهم. الثروه ديال كريستيانو رونالدو، داكشي اللي كنشوفوا البرايفت جيت، القصوره، لي زوتيل ديالو، الثروه ديال هاد العائله كتسوى 70 مره الثروه ديال كريستيانو، يعني ثراء الفاحش. ما علينا، في اغلب دول العالم الاغنياء والاثرياء كيقدروا يتزوجوا باي شخص بغاو، سواء كان من الطبقه الفقيره او المتوسطه، بغض النظر على المستوى التعليمي ديال هذاك الشخص، واش عنده شهادات عليا او ما عندوش. وهذا الشيء شفناه في بزاف ديال الحالات، امراء وملوك واثرياء ورجال اعمال اللي معروفين تزوجوا ببنات اللي عاديين. واخا غالبا ما كنشوفوش العكس، ما كنشوفوش مرأة اللي ناجحه او اميره تزوجات بشخص عادي، كتكون قليله بزاف. ولكن اليوم غادي نشوفوا هذه الحاله. المهم في كوريا الجنوبيه المعايير ديال الزواج مختلفه تماما على باقي دول العالم، وتقريبا كاينين 20 عائله اللي كيتعتبروا من اثرياء العالم، وهما اللي شادين الاقتصاد ديال كوريا، وهما المالكين ديال هاد الشركات اللي معروفين بحال سامسونج، هيونداي، ال جي الى اخره. وغالبا هاد العائلات كيزوجوا ولادهم لبعضياتهم تحت شعار خيرنا ما يديه غيرنا. والعائله اللي غادي نهضروا عليها اليوم وهما مالكي شركه سامسونج اللي معروفين بلي فاميلي او عائله لي. الفاوندر او السي اي او ديال سامسونج هو جدهم الكبير اللي سميتو لي بيانغ تشيل، اللي اسس الشركه، ومن بعد غادي يسلم القياده لولده الكبير اللي غيولي هو سي اي او من بعده ديال سامسونج، اللي هو لي كان هي. هاد لي كان هي كانوا عنده 4 ديال الولاد، ولد واحد و3 البنات، اللي من بينهم بطله القصه ديال اليوم اللي هي لي بوجين، اللي غادي نبقاو نقولوا ليها حنايا جين باش تجينا سهله. جين زادت في سيول في 6 اكتوبر سنه 1970. كيف قلنا باها هو البليونير لي كان هي، والام ديالها حتى هي كانت بيزنس وومن اللي معروفه في كوريا. جين في سالات الهاي سكول غادي تدخل تقرا في وحده من اكبر واحسن الجامعات في كوريا، وطبعا كانت كتقرا داكشي اللي عنده علاقه بالبزنس واداره الاعمال. وتخيلوا انها فاش كانت كتقرا سواء في كوريا او لامريكا كانوا اغلب الناس ما عارفينهاش انها هي بنت مول سامسونج، كانت كتقرا كاي بنت عاديه. من بعد ما تخرجات من الجامعه غادي تمشي تكمل قرايتها في امريكا، وغادي تاخذ شهاده الماستر بامتياز. وفاش غادي ترجع غادي تخدم في وسط الشركات ديال عائلتها، خدمه اللي عاديه بحالها بحال الموظفين الاخرين. والناس اللي كانوا خدامين معاها ما كانوش عارفين انها بنت مولشي. وتخيلوا ان كان عندها مدير ديالها كيقول لها اشنو دير اشنو ما ديرش، كانت كتدخل مع التسعود كتخرج مع الخمسه بحالها بحال كاع الموظفين. وطبعا هادشي كان ضروري باش تاخذ واحد التجربه. جين غادي تبقى خدامه بحال هكا تقريبا 5 سنين بلا حتى واحد ما يكون عارف انها بنت الفونداتور ديال سامسونج. وامتى كل شيء غيعرف انها بنت مولشي؟ فاش باها غادي يقرر انه يعينها، وهي اللي غادي تولي سي اي او ديال مجموعه فنادق شيلا اللي كتعتبر ضمن شركه سامسونج. حيت سامسونج راه ماشي شركه وحده، سامسونج واحد الاسم ديال واحد الهولدينغ اللي كتضم بزاف ديال الشركات والمطاعم ولي زوتيل وزيد وزيد. وطبعا اغلب الناس اللي كانوا خدامين معاها كانوا مصدومين فاش عرفوا الهويه ديالها، حيت البنت كان كيصحاب لهم في الاول انها موظفه بحالها بحالهم. جين كانت هي المفضله ديال باها من بين ولادو كاملين،
من الصغر ديالها حتى فاش كبرات. كان كيديها معاه الايفنتس لي كونفيرونس الكبار، ديما كيكون شاد ليها في ايديها وكان كيفتخر بها بزاف. وهذا الشيء طبعا ما جاش هكاك، حيت جين كانت هي اذكى وحده في ولادو، وكيف كنقولوا كانت هي ايدو اليمنى ويعولوا عليها. وطبعا كانت زوينه بزاف، ومن كثره الناس في كوريا الجنوبيه ما كانوا عارفين ان جين هي المدلله ديال باها، كانوا كيلقبوها بسامسونج برنسس، مع العلم ان كانوا عندها 3 ديال خواتاتها اخرين، ولكن كانت هي المفضله. وطبعا كأي عائلات معروفين وعندهم دي بزنس كبار، اكيد غادي يكونوا عندهم اعداء. وداكشي علاش مستر لي كان هو غادي يعين مجموعه ديال البادي جاردز او حراس شخصيين لبنته، اللي طبعا خاصهم يكونوا معاها في اي بلاصه مشات ليها. وبالضبط العدد ديالهم كان 10 ديال البادي جاردز. من بين الحراس اللي كانوا مكلفين بالحمايه ديال جين كان واحد البادي جارد اللي سميتو ليم وو جاي، اللي غادي نبقاو نقولوا ليه جاي باش تجينا سهله. جاي كان كيكون مع جين في كل بلاصه كتمشي ليها، سواء لوطيل، شركات، الاجتماعات، وحتى المؤتمرات اللي كيكونوا خارج كوريا. جاي كان شخص اللي كيبان هادئ، ما فيش الهضره بزاف، كيدير المهمه ديالو وكيمشي في حالاته. بالنسبه للمواصفات ديالو كاينه فئه اللي كتقول انه بوغوس وزوين واتراكتيف ومثير وداك الشيء، ولكن فئه اخرى كتقول انه كيبان عادي وحتى انه اقل من العادي. المهم نهار على نهار غادي يوقع اعجاب بين اميره سامسونج جين والبادي جارد ديالها جاي. غادي يبداو مره يهضروا على شي حاجه من غير الخدمه، كتسولوا على شي حاجه حتى هو كذلك. فاش كتكون عندها شي رحله عمل جاي هو اللي كان كيمشي معاها، وطبعا هذا الشيء غادي يبدا يخلق واحد التقارب بيناتهم، وخصوصا انها كانت كتحس بالامان فاش كتكون معاه. وطبعا نهار على نهار كلمه على كلمه، راكم عارفين الفراشات وداك الشيء، غادي تولي علاقه بيناتهم، ولكن ماشي علاقه خارج الاطار الشرعي، كانت علاقه اللي بيور. وجاي بكل جرأة غادي يعترف لجين انه معجب بها بلا ما يفكر في ردة الفعل ديالها، واش غتقول لا، واش غادي يكون هذاك هو اخر نهار ديالو في الخدمه. ولكن بالعكس جين كانت كتسنى جاي غير امتى يعترف. غيوليو كيهضروا بزاف، كيخرجوا مع بعضياتهم، طبعا متنكرين حيت هذيك ساعه في كوريا كلشي كان كيعرف بنت الفونداتور ديال سامسونج، فاكيد جين غادي تكون راده البال من الناس والصحافه. بقات علاقتهم فحال هكا مده اللي ما طويلاش بزاف، حتى لواحد النهار بدون سابق انذار جين غادي تعلن لعائلتها انها غادي تزوج الحارس الشخصي ديالها. وعندكم يسحب لكم بحال هذوك القصص الرومانسيه ديال واتباد وحكايه سناء، الاميره كتزوج بالبادي جارد كيعيشوا قصه حب زوينه. لا، المهم كلشي في عائلتها غادي يتصدم فاش غيسمعوا هذا القرار، وخصوصا باها اللي بقى ليه شويه ويسخف، حيت هذا البادي جارد اللي بنته بغات تزوج به من غير انه ماشي من المستوى الاجتماعي ديالهم، كان ما قاريش بزاف، كان وقيلا قرا حتى المرحله الثانويه كملها وحبس، ما عمره ما دخل شي جامعه، ما عنده حتى علاقه بالعالم ديالهم اللي هو عالم البزنس والاعمال. والديه عندهم واحد الشوب اولا متجر اللي صغير كيعيشوا منه، وحتى انه كيف كيقولوا ما كانش كيهضر بلونجلي، يعني ماشي من المستوى ديالهم. هادشي طبعا بالنسبه للمعايير ديالهم هما. وطبعا باها غادي يقول لها لا، مستحيل غادي نخليك تزوجي به، غيقول لها اختاري اي راجل من الرجال اللي كيقولوا انا راسي وانا غادي نزوجك به، ولكن هذا لا. وجين طبعا كان راسها قاصح وكانت مصره على القرار ديالها، جاي منه من خلاق غير هو ولا الموت. وباه حتى هو كان مصر على قرار الرفض، خصوصا ان خوتها الاخرين تزوجوا من عائلات اللي مرموقه من نفس المستوى ديالهم. خوها الكبير اللي حاليا هو الرئيس التنفيذي ديال سامسونج تزوج بنت مول شركه دايسون، وحتى الاخت ديالها المتوسطه تزوجات بولد واحد من اثرياء كوريا اللي هو الملك ديال إلبو، وحده من اشهر الجرائد في كوريا. ولكن للاسف اختها الصغيره ماتت فاش كانت عايشه في امريكا، كيقولوا انها صفاتها لراسها حيت باها ما خلاهاش تزوج بشي واحد اللي تعرفت عليه في ميريكان. ما علينا، غادي تدوز 4 سنين كامله وجين في علاقه مع الحارس الشخصي ديالها، وباها رافض الفكره ديال الزواج تماما. كانت كل مره كتحضر معاه شي ايفنت او اجتماع مع شي بزنس مان كان كيبقى يقول لها اشنو بالك في هذا، اشنو بالك في الاخر. المهم باها بحال كان كيحاول يعرفها على شي واحد قبل ما دير شي كارثه. واخيرا مستر لي كان هو من بعد بزاف ديال الرفض غادي يقبل بالسيف عليه، حيت طبعا كان ديجا مات ليه بنت،
فاكيد ما غيبغيش تضيع منه بنته الاخرى اللي هي بنته المفضله. المهم قبل على الزواج وغادي يدار العرس، وجين غادي تزوج بالبادي غارد ديالها جاي بالسيف على كل شيء. العرس كان سنه 1999 وكان من بين افخم الاعراس اللي داروا في كوريا واللي تخسروا فيهم ملايين الدولارات. وطبعا بالنسبه لعائله سامسونج ما كانش عرس عادي، كان اكبر فضيحه غيعيشوها. الجرائد غادي يبداو يكتبوا اميره سامسونج تزوجات بالحارس الشخصي ديالها، جرائد اخرين وصفوا العريس بمستر ساندريلا بطريقه ديال الاستهزاء، زعما هو الفقير اللي حضر الحفل والاميره عجبها وتزوجت به ونقداتو، زعما هو الفيرسيون ديال ساندريلا. كانوا بزاف ديال الانتقادات على هذا الزواج، خصوصا ان باها ما كانش عاجبو الحال وكان كيبان في اغلب تصاور مقلق وكاعي وما راضيش على هذا الزواج. وماشي غير هو، العائله كامله تقريبا ما كانوش باغين هذا الزواج، من غير ان العريس ماشي من المستوى ديالهم، ما كانوش عارفين النيه الحقيقيه ديالو اشنو هي، واش فعلا كان كيبغي بنتهم اولا كيمثل عليها الحب باش يستغلها. جاي كان اكثر شخص اللي فرحان بهذا الزواج، حيت باش تفيق وتنعس تلقى راسك مزوج ببليونيره ماشي مليونيره، صافي الثروه ديالها بوحدها بلا عائلتها 4 البليون ديال الدولار، ماشي شي حاجه اللي سهله. وزيد عليها انها كتبغيك، فاشنو خاصك دير؟ خاصك تقدر هاد النعمه اللي عطاك الله وتحافظ عليها. مرا زوينه مرفحه كتبغيك وتحاربت مع عائلتها كامله على قبلك. كانت مرا اللي كلشي الناس اللي خدامين معها كيقولوا ان احسن فرد في عائله سامسونج من ناحيه التعامل والادب والصواب والتواضع وكتهتم بالموظفين ديالها ومتواضعه بزاف كانت هي جين. وطبعا كل ما كانتش متواضعه ما غاديش تشوف فيه اصلا. ما علينا، جاي ولا رسميا واحد من افراد عائله سامسونج، ولكن اللي هو الاب ديال جين غادي يقول ليه بما انك وليتي فرد منا فضروري خاصك تخدم على راسك باش تطلع شويه النيفو. وهنا اشنو غادي يدير؟ غادي يصيفط راجل بنته جاي باش يقرا في وحده من احسن الجامعات في كوريا، باش ياخذ حتى هو شهاده جامعيه وحتى هو يخدم معاهم في الهولدينغ ديالهم. والجامعه اللي غادي يدخل يقرا فيها جاي ماشي اي جامعه اللي كيتمنى اي شخص كوري يتقبل فيها، وطبعا هو غادي يتقبل فيها بالواسطه. جاي ما كانش عاجبو الحال، هو كان باغي يقرا قرا فاش كان كيقرا ماشي حتى لدابا. المهم غيمشي لهذيك الجامعه، دار لهم خاطرهم وباش سيدي يدير واحد المجهود ويقرا ويخدم على راسو. على حسب هذاك الشيء اللي كيتقال كان اغلب الوقت كيتفرج غير في الفيديو جيمز وفي الافلام وما كانش اصلا مسوق للقرايه. وغادي يقول لمراته ان هاد القرايه جاتو صعيبه وهذا الشيء بزاف على المستوى ديالو وما غيقدرش يكمل في الجامعه. جين غادي تهضر مع باها وغادي تقول ليه ان جاي مقدر زعما يواكب هذاك المستوى ديال الجامعه ومن الاحسن انه يخرج منها ونشوفوا ليه شي منصب في الشركه. وفعلا جاي ما غيكملش في الجامعه ومسر ليه غادي يعينه نائب مدير ديال واحد الديبارتمون اللي خاصه بالتسويق، يعني ما بقاتش عنده هذيك السميه ديال بادي غارد. وطبعا هذه المهمه حتى هي غادي تكون كبر منه، ما عندوش خبره ما قاريش عليها. كانوا الموظفين اللي خدامين معاه في هذا الديبارتمون كيبقاو يضحكوا عليه، كيطلعوا عليه في الميتينغز والاجتماعات اللي كيكونوا عندهم، كانوا بيناتهم كيقولوا انهم كلخ وما كيفهم والو، وغالبا هما اللي كانوا كيديروا الخدمه ديالو. وكانوا كيبقاو يقولوا ان مراته جين واخا هي بنت مولشي اول خدمه خدمات وسط الشركه ديال سامسونج كانت موظفه اللي عاديه، مع العلم انها قاريه وعندها شواهد وذكيه. فكيفاش هذا عطينو منصب ديال نائب مدير ديال ديبارتمون على قدها وهو مكلخ؟ كيقولوا انه ما كانش كيقدر يكتب حتى ايميل مقاد، لدرجه ان شي وحدين اللي كانوا خدامين معاه وكان هو الريسبونسابل عليهم غادي يقدموا الاستقاله ديالهم، حيت طبعا ما عجبهمش الحال يخدموا مع واحد ما كيفهم والو. كلشي كان كيشوف فيه نظره خايبه وسط الشركه، خصوصا العائله ديال مراته اللي طبعا ما كانوش راضين به بتاتا، وحتى هو كان حاس بهذا الشيء. وفي العود ما يخرج من هذيك الخدمه ويدير شي بيزنس على قد فهمته اللي غيقدر يسيرو، اولا يجلس غير في الدار يطيب ليها ويغني ليها لا عنده شي صويت، المهم يبعد عليهم. لا، جاي كان مصر انه يبقى في الشركه وكان كيتعفر على الموظفين وكان كياخذ قرارات من راسو حتى دار لهم الروينه، وغادي يضطروا انهم يحبسوه من هذيك الخدمه. وهذيك ساعه جين كانت حملات، السيد غادي يبدا يشرب وغادي يبدا يبرد فيها غدايدو والسم ديالو، بدا كيسبها وكيضربها وغينكد عليها حياتها. جين كتقول انه كان كيضربها واخا كانت حامله، وما كانتش كتقدر تقول هادشي لعائلتها حيت كانت محرجه وما راضياش. وطبعا غادي يقولوا لها انت اللي بغيتيه ولصقتي عليه، داكشي علاش بقات ساكته. وحتى عند البوليس كان من المستحيل انها تمشي ديكلاري به،
حيت طبعا الى ساق الاعلام الخبر غيوقع سكوندال كبير والجرائد تاني غيبداو يكتبوا عليهم، داكشي علاش ما قدرات تقول والو. وفي نفس الوقت واخا هاد المشاكل كاملين، جين في حياتها العمليه كانت كتنجح اكثر واكثر. مجموعه ديال الفنادق شيلا هوتيلز اللي كانت هي المسؤوله عليهم كانوا واقعين فيهم بزاف ديال المشاكل، فغادي دير واحد التغيير كبير في الاداره والموظفين والسيستم اللي كيخدموا به في لي زوتيل. وفي مده قصيره النسبه ديال الاداء ديال مجموعه فنادق شيلا اللي كانوا غاديين في الهاويه غادي يطلع بنسبه 659% في الرانكين. ولاو بزاف ديال المشاهير ديال كوريا كيديروا العراسات ديالهم في مجموعه فنادق شيلا. وماشي غير هادشي صافي، جين غادي يطلق واحد سلسله ديال المتاجر ديال ديوتي فري اللي كيكونوا في المطارات واللي غادي تسميهم ذا شيلا ديوتي فري جروب، وغادي دير شراكه مع لوي فيتون باش يكونوا المحلات ديال ديوتي فري ديالها هما اول وحدين كيبيعوا السلعه ديال لوي فيتون عندهم. يعني جين دارت واحد الامبروفمنت اولا واحد التقدم كبير في مجموعه فنادق شيلا. وفي نفس السنه غادي تعين اول مراه كرئيسه لمجموعه سامسونج. وطبعا هادشي في العوض ما يفرح جاي ويكون فخور بمراته والنجاح ديالها، وانها اول انثى في العائله غادي تاخذ الرئاسه ديال مجموعه شركه سامسونج. هادشي كان غير ما كيزيد يفقصو، وكان كيحس بالغيره وان مراته هربانه عليه من جميع النواحي. وطبعا هادشي كان كيترجم لعنف جسدي ولفظي وعذاب في حياه جين. والسيد كان عايش ما كيدير حتى حاجه غير كيخسر الفلوس، كيشرب، كيخرج، كيسهر، وحتى انه بدا كيدخل في علاقات مع بنات منهم مشاهير. السيد غير ولاو عنده الفلوس في ايديه ولا عطيها غير لالا ومالي وتقرقب السطالي. من برا الناس كانوا كيشوفوا ان هاد الزواج ناجح وهاد الكوبل عايشين قصه حب اللي زوينه، ولكن في الحقيقه لا، جين كانت كتعيش العذاب مع راجلها، والحاجه الوحيده اللي كانت هي المتنفس ديالها كانت هي خدمتها والبزنس ديالها. داكشي علاش البنت خاصها تشد في قرايتها ومستقبلها، شدت العمى في الظلمه ما تشوف لا هكا لا هكا. المهم واحد النهار جين من بعد واحد الغيبوبه طويله اخيرا غادي تفيق وغادي تقول انا اشنو كنخربق في حياتي، هاد السيد ما لايقش ليا وما زايدني بوالو. وهنا غادي تاخذ قرار حاسم باش تطلق منه. في 2007 غادي يتفارقوا من بعد 8 سنين ديال الزواج، ولكن ما كانوش مطلقين رسميا، حيت طبعا جاي ما غاديش يبغي يفرط في البقيره اللي كتعطيه الحليب، وغادي يرفع دعوه على مراته باش تعطيه $1,000,000 كتعويض عاد ممكن يطلقها. يعني السيد ماشي طلب $1,000,000 او لا جوج، بغى $1,000,000. وطبعا بما ان هذا المبلغ كان كبير فالبروسيس ديال الطلاق غادي ياخذ لهم 5 سنين كامله، حيت جين مستحيل غتعطيه $1,000,000. واخيرا من بعد بزاف ديال الطلوع والنزول المحكمه غادي تحكم ليه باش ياخذ $6,000,000 اللي هي تقريبا 6 مليار مغربيه اللي خاص جين تعطيها لراجلها حيت هي اللي باغا تطلق. المهم ما عرفتش كيفاش القانون عندهم، ولكن وقيلا بما انها هي اللي طلبت الطلاق ما واش رفع عليها تعويض ولا شي حاجه بحال هكا، ما فهمتش. هاد الفلوس ممكن تبان لينا بزاف وفعلا هي راها بزاف، وخا يخدم حياته كامله محال يجمع حتى $1,000,000، ولكن بالنسبه لعائله سامسونج هذا المبلغ راه والو بالمقارنه ديال داكشي اللي عندهم. بالنسبه لهم تقريبا بحال عطاوه $1,000 او 10,000 درهم. المهم اخيرا طالقوا وسالات القصه ديال اميره سامسونج والباديغارد. وفي المحكمه جين غادي تعاود كل شيء هادشي اللي كان كيدوز عليها فاش كانت مزوجه به، ومن ثم غادي نقدروا نعرفوا هذوك التفاصيل كاملين اللي هضرنا عليهم في الاول. من وراء الطلاق غيبداو بزاف ديال الكوارث كيبانوا، اللي من بينهم ان واحد الممثله كوريه اللي سميتها جانغ جايون غادي تصفيها لراسها، وغادي تخلي واحد الكتاب مكتوبين فيه بزاف ديال الحوايج اللي من بينهم انها كانت كتعرض للابتزاز والتهديد من طرف بزاف ديال الناس اللي عندهم نفوذ في كوريا. وكانت كاتبه الاسماء ديال هاد الرجال كاملين، ومن بينهم كان جاي نسيب سابق ديال عائله سامسونج. وفاش غيحقوا معاه غيلقاو ان الشهر اللي هذيك الممثله صفاتها لراسها كان جاي يهضر معها تقريبا 35 مره في التليفون، ولكن من بعد فاش غادي يحقوا معاه غيلقاو ان ما كانش عنده علاقه بالموت ديالها، حيت هي طبعا صفاتها لراسها ولكن باين ان عنده علاقه معها اولا شي بلان. وطبعا هادشي حتى هو غادي يكتبوا عليه الجرائد، وغادي يكون عباره على سكوندال اخر اللي غادي يقيس عائله سامسونج، حيت طبعا راه محسوب كان نسيبهم. جين من وراء الطلاق كملت حياتها من نجاح لنجاح، وحاليا كتعتبر ثاني اغنى امراه في كوريا الجنوبيه، وحده من بين اقوى 100 امراه في العالم. حاليا عندها تقريبا 53 سنه، ولكن باقا ما شاء الله فنه
عايشه هي وولدها، ولات عنده تقريبا 16 عام، واللي معمرها ما بيناتو البابليك. 2019 غادي يدار لها واحد الفخ باش يساليو لها الكارير ديالها. واحد لانفيرميير غادي تقول للصحافه ان جين اميره سامسونج كتجي عندهم للسبيطار باش كتاخذ واحد النوع ديال المخدرات اللي كانوا عباره على براوات مخرجينهم غير المدمنين. واللي خاصكم تعرفوا ان في كوريا الا بغيتي دير شي واحد فان كارير، يعني تسالي ليه المسيره المهنيه ديالو او الشهره، الا كان مشهور يكفي انك تقول انه كيتعاطى المخدرات. ومره اخرى غيبداو الاشاعات انها مدمنه وكتعاطى المخدرات، ولكن طبعا مع من طاحوا. جين غادي دير مؤتمر في واحد من لي زوطيل ديالها اللي كانوا حاضرين فيه الصحافه والبوليس، وغتقول ان هذاك الشيء كامل كذوب ومحاوله فاشله لتشويه السمعه ديالها. وقالت انها مستعده دير واحد التحليل ديال الدم، ولا كانت كتعاطى اي نوع ديال الدراغز اولا كتاخذ شي براوات، راه كلشي غيبان، ومستعده انها تنشر هذاك النتيجه ديال هذاك التيست في شي جريده رسميه. وفعلا جين ما غاديش تكون كتعاطى المخدرات بتاتا، وهذيك الممرضه شي واحد اللي حرضها باش يشوهوا السمعه ديالها، حيت طبعا جين كانت انجح سيده اعمال في كوريا، فداكشي علاش كانوا جهات معينه اللي كيحاولوا يطيحوها. والاكتشاف الصادم اللي غادي تعرف جين من بعد ان الطليق ديالها جاي هو اللي خلص هذيك لانفيرميير باش دير هاد سكوندال جين. المهم السيد واخا طلق منها كان مصر انه يدمر ليها حياتها، وطبعا هادشي كامل عطى درس للجين اللي عمرها ما غادي تنساه. ومنها غنزيدوا نتاكدوا ان هذوك القصص ديال الحب اللي كنشوفوا الاميره والفقير، الامير وبنت الشعب، الثري والخادمه، هادو قصص كاينين غير في المسلسلات التركيه والدراما الكوريه وفي الروايات، ونادرا ما كتكون شي قصه بصح اللي ناجحه. وقولوا لي الراي ديالكم في القصه ديال اليوم، واش تبغيو نبقاو مره واخا غير مره في الشهر نديروا قصه من هذا النوع نخرجوا شويه على الجريمه. وهنا غادي نقول لكم ما سخيتش بكم، تهلاو في ريوسكم، نشوفكم في الفيديو الماجي ان شاء الله.